اذا انتم يعني انت عام 97 عام 97 حبيت يعني تقوم بعمليه اغتيال بن علي. اغتيال بن علي في باريس. فوالا جتني في راسي الفكره هذه نهار 15 اكتوبر 97 يلزم هذا السيد هذا يلزم يموت باش يبعد على تونس، تونس باش يدمرها من هنا. فبعثت له فاكس قبل الساعه ما يجي، سمعته الكلام، لقيت الفاكس نتاع بيروه بيرسونال ونتاع قصر قرطاج، وينجموا اذا كان عندهم غادي حركه النهضه اللي هي تحكم الان واللي عندي عليها كثير من الغل وكثير من عده اسباب ووثائق واسرار ومعاملاتهم مع المخابرات ومع البوليس السياسي في دار سليم بقة وفي كذا، عندي دوسياتهم كبيرة. كانوا يرفضوا حتى باش يدافعوا عليه كأخوهم إسلامي كيفهم، في الوقت اللي أنا كنت نعلق في التصاور نتاع الإسلاميين النهضة في باريس وفي اللي يتعذبوا اللي يتضربوا اللي يتقتلوا، ونكتب ومع واحد يقول له الدربالي ومجموعه اخرى كانوا لمدوا في الفلوس نبعث فيها اون سيكري. عمر النهضه ما كانت تعرف نعطيهم بالاسماء ناس، منهم عبد الله الزواري ومنهم دار زوجة العياش اللي مات اللي مات بعد خروجه من السجن، وكثير طياشي وكثير من الناس كنا نلمدوا في الفلوس ونبعثهم في الوقت اللي انا في حاجه للفلوس، ولكن حبيت نخدم لصالح وطني وصالح شعبنا وصالح ديني اكثر من نكون انا محتاج لك شيء. انا محتاج للفلوس مسكرين عليه. توا حتى وضعك اليوم توا عندك اقامه جبريه في باريس للان، مازلت من 97 ولت لي الاقامه الجبريه في باريس ولا في باريس؟ في باريس الاول مره، وبعدين في 93 في سانتوان. يعني ما تنجمش تخرج من الولايه هذيك؟ نخرج ليومنا هذا ما نجمش نخرج ليومنا هذا. لا تنجم تسافر في نكمل لك في 97 في 97 وقت اللي حبيت نعمل المحاوله. مانيش عارف علاش تبعت الا انا فقط، ما هنا حطوا عليا باقي اكثر والاخرين ما تمسوش، ما تمس منهم حتى واحد الا انا اللي تمسيت. في 20 اكتوبر 21 وقت اللي جاء بن علي تعديت الوحيد في التلفزه التونسيه، في التلفزه الفرنسيه كامله، ونقول ليبيري لا فامي ورغمي اوتاج دي بن علي. ما حب يسمعني حتى واحد. هزيت كانت حركه النهضه، وخاصه هذا ما الومه على حسين الجزيري اللي هو وزير الهجره حاليا، وعلى عامر العرايد اللي هو في مجلس تاسيسي، وعلى شاكر الماجري اللي هو عبد الرؤوف الماجري، وفتحي الناعس. هزيت لهم ملف نتاع تعذيب مرتي في تونس كاسلامي اخوهم، يعرفوني كلهم يعرفوني، ما فيش واحد من حركه النهضه ما يعرفنيش، كلهم يعرفوني ويعرفوا الشجاعه نتاعي ويعرفوا اللي انا ما منتمي حتى لواحد ونساند فيهم. اعطيتهم الملف نتاعي على اساس وقت اللي جاء بن علي باش اللجنه اللي جت نتاع فرنسا اللي هم ضد بن علي وزياره بن علي باش يعاونوهم على والفبراء باش يعاونوهم على اللجوء السياسي. وقت انا حبيت نعمل جراب دفاع معاهم ويدفعوا لي الدوسي نتاعي باش ناخذ اللجوء معاهم. هزوا الدوسي نتاعي ولوحوه. كيفاش خوهم اسلامي لا تكلموا عليك لا حد شيء، ما تكلموش عليا، بل هزوا الدوسي نتاعي ولوحوه. هذا من الاربعه اللي رفضوا الدوسي نتاعي يتحط، مانيش عارف باي حق. في خروجي وشفت الناس اللي هم عاملين جراب دفاع كانوا شويه، كنت نجم نقدر معاهم ندخل معاهم، خوهم كان اكثرني الان مع جوزتي واولادي وما نتعذبش لهالعذاب هذا كله. نلقى واحد عميل للمخابرات الفرنسيه وللمخابرات التونسيه والفرنسيه مسلسلينه كمسجون، واحد اسمه منير نعرفه قواد للمخابرات الفرنسويه ومخابرات تونس، محطوط في وسطهم. كيفاش انا المعارض السياسي ومعارض خوهم ونعاون فيهم على الناس اللي تتشد في السجون والناس اللي تتعذب ونعلق في تصاورهم، ما تكلموش عليا، ونلقى في نفس المكان واحد قواد معاهم للمخابرات الفرنسيه والتونسيه. هذه نجم يرجعها اي واحد في اوبرفيلي في المكتب بتاعهم. تو تتهم لان فما اعضاء من حركه النهضه اللي فيهم حتى وزراء كانوا يتعاملوا مع المخابرات الفرنسيه، كانوا يتعاملوا مع المخابرات نتاع فرنسا وكانوا يتعاملوا مع
البوليس السياسي نتاع بن علي في دار سليم بقة، وكانت دائما النهضة والقيادة نتاع النهضة بما فيهم الحبيب المكني. علاش ما هبطش حبيب المكني؟ الرجل رقم 2 بعد راشد الغنوشي. كان حبيب المكني للآن مازال موجود في فرنسا، نورمالمون هو اللي يحكم في هذا الكل. علاش ما هبطش؟ وعلى هذه هي الأسرار اللي ما بيناتهم. علاش ما هبطش؟ انا نعرف حاجات ممكن من سوء التفاهم اللي ما بيناتهم، لعده سرقات نتاع فلوس ولعده. كيفاش السرقات هذيك؟ سرقات كبيره. النهضه تو اللي تقول حاليا منين اموال حسب رايك انت؟ مين مصدر هذا هو الاموال هذه هي اللي كانت يلمدوا فيها قبل من امام المساجد ومن جمعيات ومن عده دول كقطر كالسعوديه كالكويت، وصلوا خذوا اموال حتى من ايران ومن عده اماكن. وبعدين يقولوا للمساجين السياسيين. واحد تلقاه فقير اليوم غدوه. سامحني، سمعت انا في معلومه انه عملوا جمعيات باش يعملوا بنيوا بهم الجوامع وما يبنيوش بهم الجوامع. عده حاجات هو منها يعني نأكد الخبر هذا، منها نأكد الخبر هذا، ومنها انهم باش يلمدوا الفلوس ويبعثوه للمساجين السياسيين. من غدوه تلقى عندهم مرشدات، من غدوه تلقى عندهم ريستوران، من غدوه تلقى عندهم قهوه، من غدوه تلقى عندهم مشاريع. كيفاش هذا يعني الناس معارضين سياسيين بهذا الحجم وياخذوا في اموال المسلمين اللي تتعامل معاهم على اساس باش يبعثوها الناس والنساء اللي متاع اسلاميين رجالتهم في السجون ويعاونوا بها. يعني اموال الصدقات كلاوها، اموال الصدقات كلاوها وسرقوها وعملوا بها المساجد، عملوا بها المطاعم وعملوا بها المقاهي، عملوا بها المناصب هذاك نتاع الخضوار في الوحدات في سسمة، شطوات عندهم، كل شيء عندهم لبس عليهم. كيفاش حركة متهومة بالإرهاب عند الضخم هذا كله، عند الضخم هذا كله من الاموال، ويكذبوا يقولوا ما عندناش اموال، ويكذبوا يقولوا قطر ما تعطيش. قال لك 5%، هم قال لك هما يسالوهم على مصادر اموال، قال لك نحن المده اللي في الخارج نعطيو كل مشترك من حركه النهضه يعطي 5% من سعيته. كله كذب، قله نادره ما بيناتهم ممكن اللي ياخذوا فيه اكثر من اللي يعطوا فيه، اللي ياخذوا فيه واللي لمدوا فيه من اموال المسلمين باش يعطوهم للمسلمين. الاموال هذوما ما كانتش تمشي للمساجين السياسيين متاع، ما كانتش تمشي. يعني اغلبيه المساجين السياسيين كان مجموعه اخرى كان عاملها الشيخ صالح كركر اللي هو راجل من عظماء رجال تونس اللي فقدته تونس في هذا الوقت. راجل كانت النهضة هي سبب من الأسباب مع بن علي اللي نشأوا عليه المخابرات الفرنسية باش يتحط تحت الإقامة الجبرية ثم يدمر هذا الرجل. رجل عظيم مثل صالح كركر، وكل من يخالف حركة النهضة أو يخرج منها يبدو يطلعوا فيه في الكلام. طلعوا أنا في وقت ما بدوا يطلعوا فيه في الكلام، وقت أنا نهدد في بن علي بالقتل ونحرض القتل بن علي وإسقاط بن علي بالقوة. التونسي الوحيد أول تونسي استعملت حرب الفاكس، بعث يجي 70 فاكس البن علي في بيرون، نهدد فيه بالقتل، نحرض نسب فيه، نهين فيه بجميع الحاجات. بعث يجي 50 رسالة مكتوبة بالتمبري ونحط لاتينيزي، وبعد نحط إلى قصر العار والدعارة، وليلة جينا الحجامة مثلا، ولا إلى كلب 7 الشيطان العابثين بن علي، ولا هذا الكل نوريهم لك. كنت نعمل في يعني إلى مسيلمة الكذاب أو إلى هبل القرطاج. لم نكون كما بن علي كما حركة النهضة اللي كانت من وجه معارض، وجه أن يتعاملوا من تحت الطاولة من السر مع بوليس بن علي. أما في دار سليم بقة أو سليم بقة هذا معناتها يعرفوه العباد معناتها توانسة تعرفوا معارض. لا كلمة معارض باهي يحتمل نقول لك أنا مقبولة كلمة معارض من سليم بقة، صحيح هو معارض، ولكن معارض وين يعطي للمخابرات الفرنسية وياخذ من المخابرات الفرنسية يعني في المعلومات، ثم ياخذ من تونس كذلك. عنده عصابة من تونس اللي تعطي فيه في أنا سمعت كمال طيف كان يعطي فيه في المعلومات. لا مش كمال بالطيف، بل كان كمال طيف. لا مش من كمال بالطيف الطيف. أما هو كان عنده محمد علي القنزوعي كان صحابه وياه لأقصى درجة. كان عنده جاته أشياء، خاطر أنا كنت معاه في وقت ما في لوداس
كنت المسؤول عن جريدة لوداس، معروف. وكنت نعرف بعض أسرار منين تجي وكيفاش تجيه، وكنت نسهر معاه الليل كامل، نسهر معاه باش تجينا الأسرار من عبد العزيز بن ضياء، من محمد علي القنزوعي، من يعني هذوما سامحني تو تسميلي فيهم كانوا في النظام، يضربوا في النظام ويقودوا من جهه بن علي، عصابه بن علي، ومن جهه يضربوه من تالي في الظهر ويشلك. يعني انت حسب معلوماتك تصور انت معناتها الثوره صحيح قام بها الشعب التونسي وقام بها الشباب وكذا، هذه خاتمه معناتها نحب نعملها، ما عادش عندي باتري. هل فما اعضاء من النظام السابق ساهموا او ارادوا اسقاط النظام في نفس الوقت؟ ما ظنيش، لا لان علاش كانوا يبلغوا؟ لان يضربوا في بعضهم لعده باش انه اللي يتقرب اكثر لبن علي في اسرار، يعاقبوا في بعضهم في معلومات عقابات غير مباشره. عقابات غير مباشره. وصلت لك بعد عام 99 دفعوا جوزتي للطلاق، بعد ما عذبوها عذاب كبير دفعوها للطلاق وطلقوا لي جوزتي بالبارفورس بالقوه في تونس. بن علي طلق لي جوزتي واولادي وحرمني من اولادي الى 4 وجوزتي للطلقة. في 2001 يبعث لي بن علي 4 بوليسية باش يقتلوني بالسيارة تونسية، الماتريكيل مازالت عندي السيارة هذه، ونطالب أنا الحكومة التونسية باش يعرفوا، باش نعرض لهم الماتريكيل نتاع السيارة اللي جت تحت داري. عندك الرقم نتاعها؟ عندي الرقم نتاعها، عندي التصويرة بأكملها في سانتوان. والبوليس لولا يعني رحمة ربي أن امرأة جارتي شافتهم يدقوا على الباب نتاعي بالقوة والسلاح في يديهم، 4 بوليسية توانسة باش يقتلوني، لولا هذيك المرأة قالت لهم تتصور وبيان يعني جابيل لا بوليس، نعيت الشرطة الفرنسية، نعيت الشرطة الفرنسية. قالوا لا 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 احنا فاميل الورغمي. قالت لهم لا انا نعرف احمد الورغمي اللي هو معارض ستان اوبوزون دو ريجيم، انا نعرفه جاري نعرفه، ولذا ما تهربوا. وذا كيفاش منعت انا من القتل من 4 بوليسيه من عصابه. والمعاناه مازالت الى يومنا هذا في الاقامه الجبريه، الى يومنا هذا تحت الاقامه الجبريه بلاش اوراق بلاش مداخيل بلاش حتى، لان المخابرات الفرنسيه هزتني اكثر من 20 مره يطلبوا مني باش نكون معاهم قواد للمخابرات الفرنسيه وضد النهضه، لان نكرهها وهي ساهمت في عدم واخذاني اللجوء السياسي، وساهمت في خراب داري وايتام ولادي وطلاق مرتي. ومع هذا ما قبلتش باش نكون قواد عليهم ولا قواد على اي مسلم. انا ما جيت معارض، ما جيتش قواد للمخابرات لا لتونس ولا لفرنسا. ولذلك عاقبتني الحكومه الفرنسيه الى الان معارض سياسي، واخذ في 2001 في 2005 اسمها البروتكسيون سوبسيديار، يعني الحمايه من لوفبرا. ومع ذلك الى يومنا هذا ما حبوش يعطوني الكارت سيجور لاني ما رضختش باش نكون قواد وعميل للمخابرات الفرنسيه. ونطلب الحكومه التونسيه باش تتدخل بكل قوه الان، لان منصف المرزوقي يعرفني صديقي ويعرفني اللي انا كنت مناضل معاه، ويعرف شكون احمد الورغمي بالذات. الحكومه التونسيه الكلها تعرف شكون احمد الورغمي، واللي ما رضخش للمخابرات لا الفرنسيه ولا التونسيه. ولذلك نطالب بالرجال الشرفاء في النهضه وليس العملاء والخونه، نطالب شرفاء النهضه ان يدافعوا عليا كما كنت ندافع عليهم هم في السجون، وبعثت لنساهم اغلبيه في اموال انهم باش انا نروح كذلك المرتي واولادي